السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. حابب قبل ما نبدأ الفيديو كلنا ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويعينهم على اللي هم فيه، وان شاء الله ما يعديش رمضان والشهر الفضيل الا وهم في افضل حال بإذن الله رب العالمين. طيب النهارده انا عايز اتكلم في كام موضوع ما اتيحتش ليا الفرصة ان انا اتكلم عن فوز نادي النصر على الاهلي، ولا فوز نادي الهلال على ضمك في الدوري السعودي. الفرقتين كسبوا المباراتين اللي فاتوا بصعوبة كبيرة جدا. الهلال عانى جدا مع ضمك، النصر عانى كمان مع الاهلي، مع الاستحواذ كان مع النصر وكان مع الهلال في مباراتين. وكل ما المباريات بتروح لاخر الدوري هتكون المباريات اصعب واصعب واصعب، فهنشوف بقى ايه اللي هيتم ما بين النصر وما بين الهلال طول المباريات اللي جايه. لكن احنا متفقين ان الهلال بنسبه كبيره، يعني بنسبه تتخطى 70 80%، هو بطل دوري روشن السعودي السنه دي. لكن الكوره مليانه مفاجآت، ويا عالم ممكن النصر يفاجئنا بيه. فمبروك لجمهور العالمي ومبروك لجمهور الزعيم الفوز في المباراة اللي فاتت، وان شاء الله نستناكم في المباريات اللي جاية بإذن الله. نيجي بقى لمنتخب مصر. منتخب مصر هيلعب بطولة ودية دولية في القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة. هم 4 منتخبات: منتخب مصر، نيوزيلندا، ومنتخب تونس، ومنتخب كرواتيا. مصر هتلعب مع نيوزيلندا، وتونس هتلعب مع كرواتيا، واللي هيكسب منهم هيلعب في النهائي يوم 26 مارس، واللي هيخسر هيلعب على الثالث والرابع يوم 25 مارس. واول مباراة ان شاء الله رب العالمين هتبقى يوم 22 ما بين مصر ونيوزيلندا، وما بين تونس وما بين كرواتيا. نتمنى ان شاء الله رب العالمين التوفيق لمنتخب مصر، وانه يؤدي اداء كويس، ونشوف الشكل الجديد للمنتخب على ايد الكابتن حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر. طبعا احنا من قبل ما نبدأ البطولة ومن قبل ما كابتن حسام يلعب حتى مباراة واحدة، والمشاكل حواليه في كل مكان. عندنا مشكلة كبيرة جدا مع محمد صلاح، اللي قال لك انا مش هاجي بسبب الإصابة وبسبب التأهيل من الإصابة، ولازم ياخد كورسات مكثفة وبتاع وكلام من ده. يعني الإصابة شديدة، وهو أصلا لاعب مباراة الكاس اللي هي ملهاش لازمة مع مانشستر يونايتد مباراة كاملة، ولاعب مباراة قبلها مباراة كاملة في الدوري، ولاعب مع مانشستر سيتي طبعا. يعني الراجل ناقصه بس ايه؟ يلعب كل يوم تقريبا في الدوري الانجليزي، بس يجي لحد منتخب مصر ويبقى مصاب. ويطلع بعض الناس يقولوا لك على السوشيال ميديا، تابعتهم اللي هم محبين محمد صلاح: انتوا بتحبوا محمد صلاح اكتر من منتخب مصر، انتوا بتحبوا محمد صلاح اكتر من مصر. مش كده يا جماعه، بلاش نأفور في التأييد. مش كده. يقولوا لك ايه؟ كانوا عايزين ياخدوا محمد صلاح يستغلوا صورته ويستفيدوا من وراه ويعملوا مصلحه وبتاع، بس هو ايه؟ لعبها عليهم، مرضاش يروح. ايه يا جماعه، انتوا انجليز ولا انتوا مصريين ولا ايه؟ هنستغل محمد صلاح في ايه وهو لاعب مصري المفروض في توقف دولي يروح يلعب مع منتخب بلاده؟ على فكره يورجن كلوب بنفسه لسه النهارده ولا امبارح قايل تصريح: اتمنى بعد الخساره من مانشستر يونايتد، اتمنى ان اللعيبه اللي هتروح المنتخبات ترجع لي سليمه. يعني كل لعيبته رايحه منتخبات بلادها الا الباشا مو صلاح. مو صلاح مش راضي يجي يلعب مع مصر عشان ماتش ودي. مو صلاح عايز يقعد يتعالج بعد ما هو اصلا لاعب 90 دقيقة المباراة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. لكن اللي قلنا هيجي يشد لنا الدنيا وهيولع وهيبقى فيه ربط وظبط وانضباط ومش عارف ايه وكلام من ده وشدة، حسام حسن قال لك مفيش مشكلة، مفيش مشكلة عادي. انا قلت هيجيبه بالعافية، طلع قال لك مفيش مشكلة. طيب يا عم خلاص، قصة محمد صلاح وقفلناها. جينا بقى وجمعنا اللعيبة وبنلعب وتمام التمام. هوب، حسين الشحات إصابة عضلية. حسين الشحات يمشي ويجي مكانه مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك. طب يا ترى حسين الشحات فعلا مصاب، ولا هنبدأ مسلسل ان الاهلي برضه يكون له كلمة ويضغط، والزمالك يكون له كلمة ويضغط، ومحمد صلاح له كلمة ويضغط، واتحاد الكورة له كلمة ويضغط، وليفربول له كلمة ويضغط، ومعرفش مين له كلمة ويضغط، ويبقى احنا ولا كأننا عملنا اي حاجة؟ مشي روي فيتوريا وجه حسام حسن بنفس السيستم ونفس الاسلوب. شوف، انا اهلاوي، ولكن انا نفسي منتخب مصر واتحاد الكورة يكون قوي قصاد الاندية، يعمل اعتبار للانديه، مفيش مشكله، ويحط مصلحه الانديه نصب عينه، ما عنديش مشكله. ولو عمل غير كده هننتقده وهنقف ضده. لكن اتحاد الكوره في نفس الوقت لازم يكون صاحب قرار، والمدير الفني لمنتخب مصر لازم يكون صاحب قرار ويعمل لمصلحه المنتخب الوطني. كل واحد يعمل لمصلحته، الانديه تعمل لمصلحتها، والمدير الفني لمنتخب مصر يعمل لمصلحه المنتخب الوطني. ده اللي انا اعرفه، ده الطبيعي.
طبعا الاشاعات كتير جدا والاقاويل كتير جدا حوالين موضوع حسين الشحات. الموضوع بقى ايه؟ لا ده هو في اتفاق مع كولر وفي اتفاق مع النادي الاهلي، حسين الشحات ملوش لزوم، ممكن نجيب مكانه مصطفى شلبي، انت واخد الفريق كله بتاع النادي الاهلي. وانا ضد الموضوع ده على فكره، انا ضد ان هو ياخد كل الفريق. انا كان نفسي الفريق على الاقل نص يكون موجود، نعرف نعمل تجمع ونعمل اعاده تاهيل للعيبه. الفتره اللي فاتت الاداء ما كانش كويس في الاهلي، كان نفسي انه يكون في تجمع، يكون في معسكر، بس للاسف قلنا كولر هو ده الوحيد اللي كان ناقص ما راحش من الاهلي. كان المفروض كولر راح معاهم المنتخب. فهل رجعت حسين الشحات علشان نخفف الضغط شويه؟ حسين الشحات لا عايزينه يلعب بعدين، فلا نمشي حسين ونجيب مصطفى شلبي، وشويه شويه هنقول فلان مصطفى شلبي الزمالك محتاجه نمشيه ونجيب فلان والدنيا تمشي. اتمنى ان الموضوع ما يكونش كده، وان يكون حسين الشحات فعلا مصاب، وانه ما يكونش حاجه من اللي بتتقال ديت صحيحه. واتمنى ان حسام حسن يكون مسيطر على الامور تماما وما يخليش حد يجي ناحيته ولا حد يمشي رايه عليه. وفي الاخير اتمنى ان منتخب مصر يلعب ويأدي كويس جدا في البطوله دي وياخد البطوله باذن الله رب العالمين. واتمنى ان الجماهير تملى الاستاد وتروح وتأزر فريقها، ونرجع تاني المنتخب يكون له جمهور والناس تشجع، ونشوف لعب بجد ونشوف روح بجد، لان الشعب المصري بيحب الكوره. اديني اداء كويس واديني كوره حلوه هتلاقيني ملك الاستاد طول الوقت. فبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب في المباريات اللي جايه. كمان حابب اتكلم عن شركه تذكرتي في عندها مشكله كبيره جدا. في ناس بيكلموني كتير جدا في مصر مقدمين على موقع تذكرتي، بيحاولوا يدخلوا البيانات علشان يقدروا ان هم يحضروا المباريات او الفعاليات اللي هم بيعملوها ترفيهيه، مش عارفين يعملوا ده. السيستم ما بيقبلهمش. يا جماعة احنا عايزين نرجع جمهور للملاعب تاني، لازم انتوا كمان تفوقوا معانا وتصحوا معانا. مش معقول الناس تبقى عايزة ترجع واتحاد الكورة يجيب مدير فني على زي ما الناس عايزة، مدير فني وطني، والدولة تقول لك هنظم بطولة بعد ما حصل مشكلة ما بين الشركة الراعية اللي كانت هتنظم البطولة في الامارات وما بين الاتحاد الكورة المصري، وشركة العاصمة الإدارية تقول لك انا هنظم والبطولة كلها تتنقل من الامارات لمصر. وده كله السيستم عندكم واقع، مفيش حد بيتابع، الناس مش عارفه تسجل، الناس مش عارفه تحجز. فخلوا بالكم يا جماعه بتوع تذكرتي من الموقع بتاعكم من السيستم بتاعكم، وراعوا الناس، وخلوا بالكم ان الاشتراطات اللي انتم بتطلبوها كتيره جدا وحاجات معقده. يعني خففوا شويه على الناس. احنا هنا في السعوديه بنروح نحضر المباراه بكل سهوله وبكل يسر، مش محتاجه التعقيدات اللي انتم عاملينها دي كلها. انا مجرد ما بتنزل المباراه على الموقع اللي هو موقع زي موقع تذكرتي مثلا اسمه هنا وي بوك، بدخل انا مسجل عليه بس يوزر نيم وباسورد وايميل ادرس وخلاص، وبدخل بسجل، بختار المقعد، بسدد اونلاين، بتجيني تذكره وبيجيني الباركود في رساله، باخدها على الواتساب، اطلع بالتليفون، ادخل المباراه واطلع، مفيش اي مشكله خالص. بس كده ووصلنا لاخر الفيديو. كل سنه وانتم طيبين مره تانية. شكرا ليكم، سلام.